في هذا الفيديو سوف أتكلم باللغة العربية لكي يفهمه جميع الدول، لأن به أسرار خطيرة سوف تهمكم كثيرا. دقيقة واحدة من الوقت غادي نشرح لك المسرحية اللي واقعة دابا بين إيران وإسرائيل. نبداو. طبعا بعد ما كشفنا الحقيقة في الفيديو ديال الأمس اللي وصل لأكثر من مليون مشاهدة، شنو دارت خوارزميات يوتيوب وفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي؟ حذفت الفيديو. علاش تحذف؟ وإن دل عن شيء يدل أن ذلك الفيديو فيه أسرار لم تريد الناس أن تكتشفها، لكن سيكون عندكم نفس الاستنتاجية. وأعرف أنكم لديكم نفس هذه المرة اشتعلت المسرحية. فلنترك الأشياء التي يقولونها عن الورق، ويقولون 100 إسرائيلي 100 جندي، وذلك بالمنطق والعقل. إيران نعم أرسلت الصواريخ، لكن إسرائيل تصرفت بغباء بعد أن كشفت عن هذا الفلسطيني يقع عليه صاروخ من السماء. واو. سيناريو: إسرائيل استعملت هذا الفيديو لكي تضغط على إيران. أرسلت لنا صواريخ، سيكون الشعب الفلسطيني هو الأول مضرور كي تستغل تعاطف جميع الدول ضدها. لكن دونالد ترامب يتدخل. كلنا نعرف أن دونالد ترامب عملة ذو وجهين، يعني هو فقط مع الكفة الغالبة، أو مع الكفة التي سوف يأخذ منها أو سوف يستفيد منها أكثر. يخرج خبر رسمي: إيران اقتربت للنووي، هي اقتربت لصنع النووي. بعد أن جمعنا هذه الاستنتاجات كلها وهذه المعلومات، وصلت نسبة 41689 شهيد اللي ماتوا في هذه حرب غزة. أطالب منكم كلكم تنزلوا الآن التعليقات، كلكم تدعوا لهم بالرحمة، الله يرحمهم يا ربنا آمين، وهم شهداء عند الله. ومن الأضرار التي افتعلتها هذه الحرب بين إيران وإسرائيل أنها وصلت لقتل أكثر من 191 جندي الآن حدث صور هذا الفيديو إسرائيلي. يعني الحرب اشتعلت. والثعلب دونالد ترامب يخرج مرة أخرى ويقول الحرب العالمية الثالثة على الأرض. لذلك أريد منكم، وأعرف أن هذا الفيديو قد يحدث، لا يهمني، المهم أن تصلكم الفكرة. أريد منكم أن تشاركوا مع أصدقائكم، وأريد منكم آراءكم الآن في التعليقات. أريد الكل أن يعبر عن رأيه بدون خوف. أريد أن أعرف ما يدور بعقولكم.